عاجل: هل يتحرك مانشستر سيتي لضم توني كروس؟ أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبور. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل تفضل مغادرة توني كروس أم اعتزاله مع ريال مدريد؟ شاركونا بالتعليقات. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع أحد الركائز الرئيسية في ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن مانشستر سيتي بدأ التحرك من أجل إقناع نجم ريال مدريد الألماني توني كروس بالانتقال للعب في البريمير ليج في ملعب الاتحاد. وينتهي تعاقد كروس صاحب 33 عاما مع ريال بختام الموسم الجاري، بينما لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن مع الملكي. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد متمسك ببقاء كروس ويسعى لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يملك حرية تحديد مصيره بدءا من الأول من يناير المقبل. وأشارت إلى أن كروس نقل لمسؤولي الريال أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار حول مستقبله، ويتمهل قليلا لمعرفة ما يشعر به جسديا وذهنيا قبل إعطاء إجابة نهائية بشأن التجديد. ويستعد مانشستر سيتي لإغراء كروس براتب ضخم لمنعه من تجديد عقده مع ريال مدريد، ويتقاضى النجم الألماني 9 ملايين يورو سنويا في الميرينجي، فيما ينوي السيتي أن يمنحه راتبا بقيمة 14 أو 15 مليون يورو. أقل من شهرين يفصلان توني كروس لاعب ريال مدريد عن الاتفاق مع أي ناد لتبدأ التقارير بربطه بالبعض، أولهم مانشستر سيتي. كروس صاحب 33 عاما ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو لعام 2023، ويحق له الاتفاق مع أي ناد في يناير المقبل. وبحسب صحيفة ديفنس سنترال، فإن مانشستر سيتي تحرك بالفعل للتعاقد مع كروس وأظهر نيته بإغرائه براتب كبير يتراوح بين 13 و 15 مليون يورو سنويا. وأضافت الصحيفة أن رغبة ضم اللاعب جاءت من قبل بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الذي سبق وتدرب كروس تحت قيادته في بايرن ميونخ. وكان كروس تحدث مؤخرا عن العلاقة التي تجمعه مع غوارديولا قائلا: إذا كان علي اختيار مدرب مثالي لطريقة لعبي فإنه بيب غوارديولا. لقد قاتل من أجل بقائي في بايرن ميونخ، استمتعت حقا بعامي معه هناك. متابعينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.